ازاي احافظ على العميل القديم؟ تقول له كل سنه وانت طيب، احنا بعتنا لك الاوردر دوت هديه مننا، كسبت عميل حاجه كبيره وتكسب كل اللي حواليك. يا جماعه المنافسه بقت شرسه جدا، كله بيفكر يعمل محتوى، يعمل اعلانات، خدمه ما بعد البيع للعملاء، يشوف افكار جديده وناسي اصلا العميل القديم. طب العميل القديم ده اصلا بيروح للمنافس بتاعك والدايره ماشيه. طيب ازاي احافظ على العميل القديم؟ هديك مثال، احنا دلوقتي داخلين على العيد، كل سنه وانتم طيبين. انا لو جبت 10 عملاء او 20 عميل في اي بي عندي بيطلب مني على طول بارقام كبيره، ورحت له قلت له كل سنه وانت طيب، احنا بعتنا لك الاوردر دوت هديه مننا، انت دلوقتي دفعت فلوس الاوردر بس، الكوست اللي واقف عليه هو هيفضل معاك للابد، هيقول للناس اللي حواليه، هتحافظ عليه. انت كسبت عميل حاجه كبيره وتكسب كل اللي حواليه. احسن عميل يجي لك اللي هو يجي من طرف عميل، مفيش احسن من كده، احسن من كل الاعلانات. العميل بيجيب عميل. طيب انا دكتور مثلا، انا ممكن اتصل بيه كل سنه وانت طيب، عامل ايه، اخبارك ايه، صحتك عامله ايه دلوقتي، عملت تحليل ولا لسه، طب اعمل التحليل دوت وهشوفه لك، تعالى عندك استشاره فري. اعمل اي حاجه للعميل القديم، حافظ عليه، ومع الوقت هتلاقي نفسك بتحافظ على القديم وبتدخل جديد، والبيزنس بيكبر معاك.